اهلا وسهلا، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا الروتين كما العاده من بعد الرجوع ديالي من الخدمه، وكما كتعرفوا انك ملي كترجعي من الخدمه ماشي كتكوني باركه، يعني كتجي عيانه بطبيعه الحال، ولكن الفرحه ديال رمضان كتنسيك العيا وكتنسيك كل شيء. عارفين داك الاحساس ملي كتكوني عيانه ولكن في بالك غير حاجه وحده، هي كيفاش تقدمي للعائله مائده زوينه وتفرحيهم عند الاذان. خلاص الا كانوا عندك شي وليدات اللي كيصوموا معاك، ما كانش عندي الوقت بزاف، ولكن الاراده وحب الدار درت روتيني بسرعه، رتبت وجدت وحاولت نقدم مائده سهله ومتنوعه في نفس الوقت. ماشي ضروري تكون عامره بزاف، المهم تكون فيها البركه والنيه الطيبه. اليوم غادي نحضر معكم كيكه ديال السميده مشكلطه بصوص معلكه وخطيره، وغراتان طاكوس بحشوه لذيذه وغارقه. جات معلكه وشلاضه ديال إبلي خفيفه ومنعشه. مائده بسيطه ولكن معمره بالحب، حيت رمضان ماشي غير اطباق، رمضان تضحيه، صبر، دفء عائلي. الله يتقبل منا ومنكم ويقوينا نكملوا هذا الشهر بالطاعه والفرح. ونخليكم مع التفاصيل وخليو لي شي دعوه زوينه في التعاليق. نبداو بسم الله. اول حاجه هي كيكه ديال السميده. عندي جوج بيضات، قبيصه ديال الملحه، كاس معمر ديال سنيده، كاس معمر ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب ودانون مسوس. هنا تقريبا غادي ندير المقادير كامله. نبداو على بركه الله. فانيا، جوج معالق ديال الكوك، وهنايا معلقه ديال الكاكاو وساشيه ديال الكاكاو المر، وممكن ديري جوج معالق ديال الكاكاو ولا جوج ساشيات ديال الكاكاو، معلقه صغيره ديال نيسكافي. هنا غادي نطحن داكشي مزيان. من بعد غادي نضيف كاس ديال السميده رقيقه، وغندير نص كاس ديال السميده رقيقه، ولكن ما غنضيفوش كامل، قولي غادي نضيف غير شويه منه صافي. قولي تقريبا زدت واحد جوج معالق ديال السميده رقيقه، وهنايا جوج خمارات صافي. غنطحن كل شيء في هذيك المولينيكس وهالكيكه واجده. هنايا غادي نديرها في هذا المول العجيب، هذا المول صافي دهنته ممكن دهنيه بالزيت ولا الزبده، ودرت فيه السميده رقيقه. مادام حنا غنديروا البسبوسه غندير السميده رقيقه صافي. غادي نخوي الخليط في المول، وكما كتشوفوا شفتوا الخليط كيفاش داير، راه ماشي ما ثقيلش بزاف، راه كيجي الخليط خفيف، ولكن راه كتجي واحد الكيكه خطيره خطيره خطيره. جربوها بهاد المقادير وبالصوص اللي غادي نشارك معكم دابا. غندخلها الفران بارد. الصوص عندنا كاس ديال الحليب، ساشيه ديال الكاكاو، فانيا، 7 ديال القطع ديال الشوكولات، 2 معالق ديال السنيده، وكنديروهم على النار. هنايا غادي نستعمل الكريمه اللي غادي ندير فوق من الكيك، كما كتعرفوا مول العجيب، يعني كتبقى ديك الحفره في الوسط. غندير كاس كبير ديال الحليب و الكريمه الشونتي ديال الشوكولات. وبطبيعه الحال ملي غادي نخرج الكيكه غادي تكون سخونه، فبغيت هذاك الصوص اللي غادي نخويه على الكيكه تكون شويه بارده. درت هنا نص كاس ديال الحليب، ودرت معلقه كبيره ديال القهوه، بغيت النسمه ديال القهوه تكون عاطيه في هذيك الكيكه. انا راه من محبي القهوه والشوكولات صافي. غادي نديرها في هذيك الصوص. ملي غنخرج الكيكه من الفران غتكون هذه بردات هاد الصوص شويه، وغادي نسقي بها الكيكه من بعد ما غادي نخرجها من الفران صافي. هنايا غادي نكون خرجت الكيكه من الفران. هنايا راه خديت هاد الطبسيل وحطيته من الفوق من الكيكه باش غادي نقلبها على الطبسيل. عرفتي هذه هي اللقطه الحاسمه، وكتقولي يا ربي يا ربي ما تبقاش لاصقه ليا الكيكه في المول. صافي الحمد لله خرجت بخير وعلى خير. غنحاول انني نسقيها بهذيك الصوص، ونحاول انني نسقيها من الجناب وكل شيء باش ما تجيش جهه ناشفه وجهه فازقه صافي. واخا ديك الصوص كنبغيها تهبط لتحت باش تتشرب ليا حتى من التحت، تشرب ليا ديك الصوص. هنا غادي ناخذ هذيك الكريمه غادي نديرها في الوسط وغنزينها بالفيرميسيل الملون صافي. غادي ناخذ البصله اللي غادي نديرها هاد شرائح طوليه. قولي تقريبا عندي هنا 2 بصلات، وغادي ناخذ كذلك الفلفله
اللي غادي نديرها حتى هي طول، وعندي هنايا 15 درهم ديال الدجاج ولا 15 درهم ديال العدند. العطريه اللي غادي ندير تقريبا العطريه درتها كامله، البزار، التحميره، الثومه، الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، وهنايا صوص صويا. صافي كنخليها حتى تشرب. غادي ناخذ الطاكوس الكبير غادي نقسمو على جوج بحال هكا، وغادي نوزعو باش ندير تقريبا نديرها في خطره واحده. كما كتعرفوا راه من 4:30 كنظن غير كنصلي العصر، صافي كنبقى واحد شويه باركه كنعيط لماما، كندخل للكوزينه نوجد. وكديروا هاد الطاكوس كديروا هادي اللي طايبه هي اللي كديروها من الفوق، والاخرى اللي ما طايباش كتخليوها من التحت باش كطيب مزيان. صافي هنايا كناخذ هاد الصوص برجر اللي كتكون الصوص برجر واعره واعره واعره، والكيتشاب وهذاك الفرomاج طرونش. صافي كناخذ الحشوه كنديرها الوسط. الحاجه اللي ما درتها زوينه هي انني كان عليا نصفي الحشوه، ما صفيتهاش وما بقاش ليا الوقت فدرتها كلها تما. صافي المهم الحشوه انها جات واعره وجات بنينه وجات معلكه بهذيك. علاش كتبان لكم بحال هكا؟ لان الصوص صويا هي اللي خلاتها بهذاك اللون. صافي كنحاول نطويها بحال هاد الشكل هادي، كنجمع الجناب صافي وكنقاده في هذاك المول الدائري. هنايا درتها شتيها، او ما نقولش لكم اللي عندو شي بنت كتدخل معاه للكوزينه اوه صداع 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 صداع. مكاينش التركيز، مكاينش شي حاجه سميتها تركيز انت. صافي هنا غادي ناخد صوص طوماط، غادي نحاول ندهن بها الوجه ديال الطاكوس. صافي عندي الفرماج محكوك، وغادي ندير واحد الزين بسيط. غادي ناخد هاد الزيتون اللي مقطع هكا صافي، وغادي نزين به بالوسط. هنا غادي ناخد ابلي، طون، الذره. هنايا عندي نص حك ديال دانون، ودرت 2 معالق كبار ديال الجبن، ودرت شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخل، زدت عليه الزيتون مقطع، وزدت عليه كذلك البصله خضراء. صافي باش غادي نحطهم في هذا. خديت هذاك الغطاء ديال الطاجين الصغار، صافي درتو في الغطاء. حاولت انني ندير الشلاضه في هذاك الغطاء ونحطها في الطباصل باش تعطيني هذيك التقبقيبه ديال الشلاضه، فهمتي زعما، ونعطيو شويه ديال المنظر. وكما كنقول لكم في الفيديوهات راه العين كتاكل قبل من الكرش. ايوا هذا ما كان، وهذا جهدنا عليهم. ايوا الحمد لله. شوفوا الكيكه كي منقوبه نقبتها الدجاجه. ايوا صافي. وهكذا دازت مائدة اليوم، يمكن بسيطة، يمكن ماشي عامرة بزاف، ولكن عامرة بالنية الزوينة وبالحب. بعد نهار طويل في الخدمة تعلمت أن أهم حاجة ماشي شحال درتي من طبق، ولكن شحال درتي من قلب. كما كتشوفوا هنايا ديك الكاطا شوية ما كانت غادي تحرق. ايوا الحمد لله. رمضان كيعلمنا الصبر، كيقربنا من بعضياتنا، وكيخلينا نقدروا التفاصيل الصغيره اللي كتجمعنا بداك الوقت ديال الاذان. نتمنى تكون هذه المائده عطاتكم افكار سهله وسريعه تليق بروتين المراه العامله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك والاشتراك في لايف ستايل فاتي، وخليوا لي دعوه زوينه في رمضان. راه اي دعوه دعيتيها في ظهر الغيب كترد لك بطبيعه الحال اضعاف مضاعفه. هنايا غادي نقطع معكم الكيكه، عرفتي كي جات؟ شوفوا جربوها والله تجت معلكه. الفيديو يعطيكم. جات غزاله غزاله غزاله. طاكوس بهذيك الحشوه جات فنه. شويه حفظوا الله بعدا غير جوج طروفه اللي تحرقوا ليا من الجناب، ولكن المهم راه جا حتى هو غزال. وبديك الحرقيه ما بايناش، هذيك هي ديال المطيشه. المهم شوفوا جات زوينه. والله حتى جات زوينه كنضحك. هانتوما شي كي كتجي جات معلكه معلكه، جات واعره. وسلطه ديال الابلي حتى هي جات فنه. الخبيزه راه باقا كدور معايا في الميده من البارح، واليوم حطيتها. البارح مازال كلينا منها شويه،
اليوم حطيتها ما قصناهاش، قلت عاوتاني ناكلها في السحور والو ما كايناش. خلاص اللي عندكم الوليدات ما كياكلوش هذا الشيء وما كايناش حتى حتى ديك الجماعه كتوكل. الله يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ويبلغنا ليلة القدر ويجمعنا دائما على الخير. كنبوسكم كاملين ونتلاقاو في مائدة جديدة وأجواء أجمل إن شاء الله. إلى اللقاء.